لحظة لحظة، يسلق الموز بقشرة؟ نعم يا الحبيب، هل تعلم أن سلق الموز بقشرة يخلي السكر الطبيعي يتكرمل جوا ويعطيك قوام كريمي ونكهة مركزة أضعاف الموز العادي؟ جربها وتشوف الفرق. قشره واهرسه وهو حار، ضيف بيضة وطحين، حولناه لعجينة. هل تعلم أن هذه الوصفة تعتبر هجين بين البانكيك والدونات؟ يعني تاخذ طراوة الكيك وقرمشة الدونات. حط العجينة بكيس حلويات وشكلها دوائر بالمقلة. يا سلام على اللون الذهبي. نصيحة شيف، لا تقلبها لين تتماسك الحواف وتشوف الفقاقيع عشان ما تخرب الرسمة وتصير عجة. وهنا سر النكهة العالمية، سكر وقرفة، دحرجها يا بطل. هل تعلم أن القرفة والموز هم التوأم الروحي في عالم الحلويات؟ ريحتهم مع بعض تجيب السعادة. ما نكتفي بالسكر، لازم ندلعها. شوكولاتة ذايبة مع كريمة جناش، خططها تخطيط هندسي، العين تاكل يا جماعة. يا ساتر، شوف الطراوة من جوا كأنها غيمة. هذا الحلا يسمونه فطائر الموز المقلية. سووها مع دلة قهوة وادعوا لي بالعافية.